صلح نيتك، سخر جوارحك لطاعة الله، اشكر الله عشان الله يحبك. عشان تبي ربي يحبك لازم أن تفعل ما يحب الله. سأل موسى ربه قال يا رب ما علامة محبتك لعبدك؟ ما علامة محبتك لعبدك؟ قال الله يا موسى إذا أشغلت لسان عبدي بذكري وجوارحه بطاعتي هذه علامة محبتي. إذا الله حبك عصمك، إذا الله حبك وفقك، إذا الله حبك سددك، إذا الله حبك فرج همك، إذا الله حبك حببك لك الإيمان وزينه في قلبك وكره لك الكفر والفسوق والعصيان. الحبيب والله نخشى من ساعة خطيرة، ساعة الندم، ساعة الصفر، ساعة تتفكر يا ليتني قدمت لحياتي، يا ليتني ما عصيت ربي. في ساعة سكرات الموت تندم يا ليتني ما ضيعت وقتي، يا ليتني ما مشيت مع فلان، يا ليتني ما سمعت كلام فلان، يا ليت ما عاد ينفع. انت اللي ضيعت. ما ارسل الله لك رسول؟ اما انزل علينا كتاب؟ اما ركب فينا عقول؟ يا ليتني تبت، يا ليتني قمت الليل. ايش اللي خلاني اضيع نفسي؟ عندك يا اخي قوة تواجه بها سخط الجبار، عندك قوة تواجه بها غضب الله. أنت وش أنت إنسان مسكين تعصي الله، تتكبر على الله، لا تطيعه. يرسل عليك مرض ما تقوم منه، يرسل عليك آفة، ثم تقول يا رب يا رب. وينك أول؟ وينك أول يا ما يعطيك؟ وينك أول يا ما يمدك بالنعم؟ ليش ما شكرته؟ الحين تقول يا رب وأول تعصيه. اللي ما يعرف الله في الرخاء ما يعرف ربه بالشدة. نعم، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. الحبيب فكر أهم شيء في حياتك ربي الله. حياتك أهم شيء، كل بحياتك الله. من اليوم شيء في سيارتك، شيء في بيتك، شيء في حياتك إذا يغضب الله دمره. اجعل الله في حياتك أهم شيء. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اليوم أي شيء في حياتي تقبل الله، أي شيء يقربني من الله أقرب منه، أي شيء يبعدني عن الله أبعد عنه. لماذا؟ لأني أبغى رضا الله، أبغى أختم حياتي خاتمة طيبة. سخر لك كل شيء عشان تطيعه. لا تعصي الله حبيبي أخوي. والله إني لك محب، والله إني لك ناصح، والله إني ما أريد لك النار. والله جل وعلا ما يريد لنا النار ولا يرضى لعباده الكفر. يرضى لنا الجنة، يرضى لنا النور والخير. فلذلك يوم أعطاك عقل وأرسل لك رسول وأنزل علينا الكتاب إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أخي الحبيب في رحمات لمن يطيع الرحمن الرحيم. نعم أخي الحبيب، طبق 3 أمور لازم تكون عندك في حياتك. صبر على طاعة الله، صبر على طاعة الله. لماذا؟ لأن عندما تفتح أبواب الجنة 8 ويستقبل الملائكة أهل الجنة ماذا تقول لهم؟ سلام عليكم بما صبرتم. أهل الجنة يقول لهم سلام، أهل الجنة يقال لهم سلام. أما أهل النار يقال لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون. أهل النار إنهم ينادون مالك يا مالك ليقضي علينا ربك. نبغى نموت من هالعذاب، نار على نار، نصبح ونمشي على نار. نبغى نموت، نبغى نرتاح. في الدنيا ما كانوا يتمنون الموت، الحين يتمنونه. والله ما تموتون. تعذبون كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. إنهم ينادون أن يخفض عنهم يوما من العذاب، بس يبغون يرتاحون يوم، بس يبغون يرتاحون يوم. أما فريق الجنة، فريق الفائز الذي نجا، عندما تستقبلهم الملائكة تقول لهم سلام عليكم بما صبرتم. صبرتم على الطاعة، صبرتم على الطاعات،
صبرتم على القيام، على الصيام، بر الوالدين، صلة الأرحام، التوبة، الاستغفار. أبشروا، سلام عليكم بما صبرتم عن المعاصي. تشوفون الناس يعصون الله، ما تروحون تعصونه معهم، ما تسمعون الحرام، ما تشوفون الحرام، ما تروحون مجالس الحرام. سلام عليكم بما صبرتم على البلاء. ابتلاك الله أي بلاء، في مرض، بغيره من البلاء، واحتسبت الأجر عند الله، فأنتم من أهل الصبر. فأبشروا يا أهل الصبر، يا أهل الصبر، الجائزة العظمى لكم يا أهل الصبر أنكم تدخلون جنة عرضها السماوات والأرض. الجائزة العظمى لكم يا أهل الصبر أنكم ترون محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه. الجائزة العظمى الكبرى، أعظم جائزة أنكم ترون الله الذي لا إله إلا هو. ما ودك تشوف ربك يا أخي، ما ودك تشوف ربك. لا تجعل المعاصي تحرمك عن رؤية الله، لا تجعل الأغاني، لا تجعل الدشوش، لا تجعل المخدرات، لا تجعل البعد عن الله يحرمك عن رؤية ربنا سبحانه. الحبيب فكر كيف تشوف ربك، اجعل حياتك من الآن نور، ومت على نور، وتبعد على نور. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم. بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. فوز في أعظم من الفوز. حياتنا لازم تكون مع الله. وجه القلوب لله. اركع ركعتين الآن، ركعة توبة، ركعة استغفار، ركعة إنابة، ركعة خشوع، ركعة يا شيخ ذل لله. ذل نفسك لله يا أخي، لازم تعرف أنك ذليل لله، لا ترفع خشمك إلا على أعداء الله. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره. اللهم